السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، طبعا وحشتوني. هتكلم معاكم في فيديو النهاردة عن طاقة برج القوس الناري. برج القوس هنفتح على طاقتك للأسبوع الرابع من شهر تشرين أول أكتوبر. هنشوف الأسبوع الرابع في شهر أكتوبر، توقعات الأسبوع الرابع، ودي مجرد توقعات لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهنفتح على طاقة الحبيب أو الشريك، اتجاهك، نواياه، خطوات، وطاقة تفكيره عامة اتجاهك إيه. برج القوس خد الجزء بس اللي ينطبق عليك من القراءة، وممكن القراءة تكون عكسية، يعني جزء بس اللي ممكن ينطبق عليك في القراءة. لو القراءة كلها انطبقت عليك سيب لي كومنت. طاقة برج القوس للأسبوع الرابع من شهر أكتوبر. برج القوس أوكي، يعني القراءة بدأ معايا عاطفية بصراحة، يعني تمبريانس. من الواضح كده انت مفتقد مشاعر، او ممكن تكون عايز يعني تعيد مشاعر عندك، او ممكن تكون عايز تعيش اجواء رومانسيه. يعني انا شايفه ان انت مفتقد مشاعر، مفتقد حب، او ممكن حاسس ان في حد بيتجاهلك، في حد مسبب لك صدمات. او ممكن انت ممكن تكون مرتبط بحد او مع حد في الوقت الحالي، او ممكن الشريك عامه، بس انت حاسس بجفاء. يعني انا شايفه ان انت عايز تطور في العاطفه، او عايز حد يهتم بيك، عايز تحس الاهتمام او الحب اكتر. يعني انا شايفه ان انت كانك بتطلب ده من حد، او عايز ده من حد يا برج القوس. برج القوس من الواضح كده البعض منكم في عنده ترقية في عمل. برج القوس في عندك ترقية في عمل، او في عندك نقلة في العمل لمكان افضل. وشايفة في حد بيعمل لك تخاطر يا برج القوس. يعني ايه بيعمل لك تخاطر؟ في طاقة تفكير حد. يعني انا شايفة ممكن يكون في حد بيجي في طاقة تفكيرك دايما، او في حد بيجي لك في احلامك. فشايفة في حد بيعمل لك تخاطر لدرجة ان انت ممكن تقول ده انا الشخص دوت، يعني انا اتصدمت منه كتير وشفت منه بلاوي. طيب هو ليه يعني في اشارات بتجيلي منه، ليه بيجيلي في احلامي، ليه مش عارف اشيله من طاقة تفكيري، رغم ان انا ما بيفكرنيش بيه غير المعاناة. يعني انا شايفه ان في طاقه تفكير، وانت بتستغرب نفسك، يعني الشخص ده انت ازاي بتفكر فيه بعد اللي عمله فيك. عايز اقول لك ان الشخص ده بيعمل لك تخاطر، وخاصه كمان لو انت بتتعامل مع ابراج هوائيه. يعني لو جدي سور اسفه، لو دلو ميزان جوزاء. برج القوس البعض منكم فيه عنده انتقاله، ممكن تكون نقله بيت، او ممكن تكون نقله عمل. يعني ممكن انت يعني هتنتقل من عمل لعمل، او ممكن نقله عمل لو انت في عمل حاليا مش عايز تسيبه. فانا شايفه في نقله عندك افضل، يعني ممكن ترقيه او نقله من مكان لمكان افضل. والبعض فيه عنده كلام او خطوات ليها علاقه بسفر، في امور ليها علاقه بسفر عندك بتتيسر يا برج القوس. ممكن الامور دي كانت معرقله شويه عندك، او انت كنت بتبذل مجهود في الموضوع دوت، لكن شايفه في امور هتتيسر عندك. وفي اخبار متعلقه بسفر، يعني ممكن في اوراق، ممكن يكون في حاجه ليها علاقه بماديات. لكن انا شايفه في امور كانت معرقله بالنسبه لموضوع سفر عندك، وفي امور ان شاء الله بتتيسر. برج القوس صحيا طبعا انا شايفه انت مش افضل حاجه. يعني البعض منكم في عنده بدايات عاطفيه جديده يا جماعه. ممكن بدايه عاطفيه بس يبقى في فرق سن ما بينك وما بين الشخص الجديد دوت. برج القوس البعض منكم بيعاني من سحر. برج القوس البعض منكم بيعاني من سحر يا جماعه، او طاقه سلبيه. ممكن يكون في عندك طاقه سلبيه وانت بتعمل استشفاء. انا لسه بقول ان انت عايز تعمل استشفاء من شيء. شايفه برج القوس يعني انت يعني ساعات ان انت حواليك ناس كتير، في عندك علاقات كتير، بس ساعات بتحس ان انت مش مبسوط، ان انت مش مرتاح بينك وبين نفسك او جواك كده يا برج القوس. ساعات بيجي لك لحظه كده ان انت وحيد، يعني كانك بتقول لنفسك العلاقات اللي حواليا دي كلها مش عامله لي حاجه. يعني الناس اللي حواليا بتتظاهر بالحب اوكي، بس انا حاسس ان انا يعني مفيش سند ليا، او مفيش ظهر ليا، او ساعات بنخدع في الناس. بس هقول لك على حاجه يا برج القوس، من الواضح كده ان انت في امور هتوضح لك من ناس مقربه منك. يعني ممكن في ناس مقربه منك كده يعني هتكتشف ان الناس دي بترتدي قناع، يعني ان الناس دي لابسه وش مزيف، او قناع مزيف بمعنى اصح. في حقيقه هتكتشفها بالنسبه لناس مقربه منك، وهتحس ان انت اتخدعت في الناس ديت. في امور هتوضح لك. وممكن كمان هتلاقي في كلام، يعني ممكن هتلاقي في كلام، او في يعني كأن كده حاجة انت هتتفاجئ ان ازاي الاشخاص دي اتكلمت عليك كده، او ازاي الاشخاص دي خدت الموقف دوت، او خدت القرار ده اتجاهك. برج القوس ممكن يكون في قعدة عتاب ما بينك وما بين حد، في قعدة عتاب ما بينك وما بين حد. وبرج القوس شايفة ان انت مطالب بدفع دين مبلغ، او ممكن يكون في انت ملزم بامر
يعني ممكن انت في الفترة السابقة دي كان المفروض في عندك سداد حاجة، او ممكن كان في انت في حاجة لازم تقوم ان انت تخلص من الشيء ده ماديا، بس كانت الامور يعني مش هقدر اقولك كانت بايظه معاك، لا انت ممكن مشيت في حاجه وفشلت. يعني ممكن تكون في مشروع خاص بيك وفشلت فيه، او ممكن يكون في عمل وحاسس ان العمل الربح اللي جاي منه مش قد المصاريف اللي انت بتصرفها. فانا شايفه ان انت مضغوط ماديا وكنت ملتزم بشيء او في حاجه المفروض انت كنت هتقوم بيها، وللاسف يعني الماديات ما كانتش في المستطاع. لكن برج القوس في رقم 7، يعني أنا شايفة في مبلغ أو في حاجة متعلقة برقم 7، يعني ممكن 7000 ممكن 700 الله أعلم، بس في حاجة متعلقة برقم 7. ممكن المبلغ ده أو أنت ليك فلوس عند حد، لأن أنا شايفة في مبلغ متعلق برقم 7 جاي لك عن طريق وسيط أو جاي لك عن طريق حد، وممكن كمان تكون حوالة بنكية، يعني جاي لك من طرف، يعني في حد من خارج بلدك هيحول لك المبلغ ده. وممكن كمان يكون الطرف دوت في مكان بعيد عنك، يعني انت في مكان غير المكان اللي هو موجود فيه وهيحول لك المبلغ دوت. شايفه في مبلغ متعلق برقم 7 هيجي لك عن طريق وسيط، وممكن كمان تكون حواله بنكيه يا برج القوس. برج القوس حاول تهتم بصحتك جدا، انت بتأهمل في صحتك جدا، وممكن كمان البعض منكم من برج القوس يكون يعني ممكن يكون في عنده عرض صحي شويه بسبب يعني ان انت ما بتوازنش امورك في الاكل، او ممكن ان انت بتاكل الحاجه اللي بتضرك يا برج القوس. فممكن يعني ان انت لما بتتحط في موقف او زعل، او ممكن ان انت بيجي لك اكتئاب، او ان انت بتتخذل من حد، فممكن انت دوت بيجي لك بالاكل، ان انت بتاكل كتير او ان انت بتلخبط، او ممكن في كورس معين للاكل او في نظام غذائي معين فانت بتعمل العكس، او في حاجة انت متحذر منها فانت لا بتخش في الحاجة دي. فانا شايفة ممكن يكون في عندك عرض صحي او في عندك تعب بسيط ان شاء الله، بس بسبب يعني حاجه لها علاقه بالغذاء عندك، او انت اهملت في حاجه. اوكي، لكن ان شاء الله يعني الموضوع يعني هيتحل معاك، وهترجع تواظب تاني على الكورس او النظام المعين اللي انت كنت ماشي عليه. برج القوس شايفه البعض منكم كمان في عنده انتصار في دراسه، انت ممكن تكون مستني هتتخطى من مرحله لمرحله، او مستني نتيجه شيء متعلق بالدراسه. في حاجه يا برج القوس انت ممكن مرتب لنفسك خطوه معينه، كانك بتقول لنفسك ان بعد النجاح ده انا يعني آه انا بحلم اني انا انتقل من المرحله دي للمرحله دي بتقدير كذا او بمجموع كذا، يعني انت راسم لنفسك حاجه تقدير معين. برج القوس ممكن ما يبقاش نفس التقدير اللي انت حاطه في طاقه تفكيرك، بس برضو انا شايفه ان التقدير او النجاح اللي عندك مش وحش، يعني في انبهار، شايفه العيون كمان هتبقى عليك، يعني كأن الناس هتقول لك ايه ده انت كنت خايف، ده انت كنت فاكر ان انت مش هتعدي من المرحله ديت، ده انت كنت دايما مكتئب. لا، وحصل لك ظروف، يعني ممكن كمان البعض الناس اللي بتدرس شايفه حصل لها ظروف وضغوط، يعني ممكن يكون كان في مشاكل في المحيط الاسري، ممكن كمان كان في ضغوط عندك يا برج القوس، ومع ذلك انت هتعدي من مرحله لمرحله في تفوق وفي نجاح عندك، بس ممكن ما يكونش بنفس التقدير اللي انت متخيله. يعني ممكن انت حاطط حاجه معينه لنفسك بس ممكن يكون اقل، بس برضه هيبقى فيها نجاح كويس جدا ليك، وفي عندك انتقاله ومرحله افضل ان شاء الله يا برج القوس. برج القوس انت بتتكلم مع حد على نقلة بيت، او ممكن يعني انت عايز تنقل، انت مش مرتاح في المكان اللي انت فيه يا برج القوس. يعني ممكن تكون انت يعني في مكان في الوقت الحالي في سكن، بس حاسس نفسيا انت مش مرتاح فيه فانت عايز تنقل منه. فممكن تكون ان انت اوكي الفترة اللي قادمة ان شاء الله يعني ممكن هتبدأ تفكر ان انت تنقل من مكان لمكان، ممكن ده فعلا هيحصل عندك تغيير عتبة يا برج القوس، بس ممكن مع بداية 24، ممكن مع بداية 24 هتبدأ فعلا تاخد الخطوة دي وهتنفذ. اوكي، برج القوس انا شايفة البعض منكم يتطور في انفصال، في انفصال، انت كنت بتتعامل مع شخص يعني غامض. برج القوس البعض منكم منفصلين، شايفه فيه غموض، يعني انت كنت بتتعامل مع شخص غامض جدا وشايف نفسه، يعني شايف نفسه الامبراطور، شايف نفسه ان هو شخص، يعني كأن الشخص ده كان ممكن في عنده حاجه، يعني ممكن يكون معقد نفسيا ان هو عايز دايما يبقى هو الاعلى، هو التوب، هو
الظاهر في القعده او في المجلس، هو اللي كلامه يبقى لافت الانظار كلها حواليه، او رايه هو اللي يمشي، او يبقى ملفت للانظار. فممكن يكون شخص انت كنت بتتعامل مع شخص نرجسي. يعني انا شايفه ان شخص عنده الايجو عالي قوي يا برج القوس. ممكن يكون بيحب نفسه قوي، او هو يبقى مميز دايما. طبعا كمان لو خاصه بتتعامل مع برج الحوت، طالع لي برج الحوت وبرج الجدي. ف شايفه في انفصال ممكن مع الحوت او مع الجدي، وممكن كمان يكون مع الاسد. طيب برج القوس، طبعا انا شايفه البعض منكم يا جماعه في عنده بدايات جديده، وممكن البدايه دي تكون يعني انت مع شريك من قريب، يعني ممكن بقالك سنه، بقالك كام شهر، او ممكن دلوقتي انت مرتبط بشخص معاك في الوقت الحالي. لان انا شايفه ان العلاقه دي ما بقالهاش كتير، بس انت في عندك شكوك، في عندك شكوك من ناحيه الشخص ده يا برج القوس. يعني الشخص اللي معاك في الوقت الحالي، انا شايفه ان انت دايما بتبحث وبتدور، وكانك شاكك في الشخص ده، او كانك دايما يعني خايف ان الشخص ده يسيبك، او عندك احساس كده ان الشخص ده ممكن هيبقى فيه توتر، ممكن العلاقه تبقى اون اوف ما بينك وما بين الشخص ده، بس عندك احساس طول الوقت ان الشخص ده يعني ممكن في حاجه هتفرق ما بينكم، او عندك شك في الشخص ده ان هو ممكن يسيبك ويروح لطرف ثالث. فانا شايفه في بعض الشكوك عندك من الشخص اللي انت معاه، يعني كانك ممكن تكون انت مريت بتجربه في الماضي يا برج القوس، فلسه عامله لك عقده، او ممكن التجربه دي عامله لك يعني اللي هو ان انت مخليك مش قادر تثق بسهوله في حد. لكن انا شايفه في بدايه عندك، او الشخص اوريدي اللي انت معاه في الوقت الحالي ظاهر معايا كمان عذراء، وظاهر معايا دلو. فممكن يكون انت شايف ان الشخص ده فيه عنده مميزات، او انت حاسس ان الشخص ده ممكن يكون فيه فرق ما بينك وما بينه، ممكن في المستوى الاجتماعي، ممكن يعني حاسس ان ممكن ماديا هو متفوق عنك شوية، او ممكن مستوى علمي او مستوى اجتماعي، الله اعلم. بس انت حاسس ان في حاجة في الشخص ده مخليك كده، ان ممكن الشخص ده لا يعني يجي في يوم من الايام اللي هو يبص للفرق دوت، او ممكن يسيبك بسبب الفرق دوت، او ممكن حد يأثر عليه يقول له لا انت ازاي يعني انت مع القوس وانت احسن منه في كذا، او ان انت افضل منه في كذا. فشايفه ان انت في حاجه قلقان منها من ناحيه الشخص دوت، في عندك شك. علشان كده ممكن تكون انت بتراقب الشخص ده طول الوقت يا برج القوس. انا عايزه اقول لك اني يعني من الواضح كده، اوكي، ممكن كمان تكون بتتعامل مع شخص ملتزم بالعادات والتقاليد والأصول، يعني شخص ملتزم جدا، جد قوي، اللي هو ما عندوش هزار، لا الجد جد والهزار هزار. شخص كلمته دايركت، يعني كلمته واحدة، كلمته مباشرة، يعني ما بيحبش ان هو يتكلم كتير او يعيد الموضوع كتير. عايزة اقول لك كمان ان ممكن هيكون في عتاب ما بينك وما بين الشخص ده على امر، وفي نفس الوقت يا برج القوس انت عايز تعرف نوايا الشخص ده ايه. فانا هقول لك ان الشخص ده فيه ممكن خلاف هيصير ما بينك وما بينه، ممكن اوريدي انتوا في خلاف دلوقتي. فانا شايفه في عتاب هيحصل ما بينك وما بينه، والشخص ده هيوضح لك نوايا. يعني ممكن هيقول لك انا لو ما بحبكش انا ما كنتش عملت كذا، لو انا ما بحبكش انا ما كنتش التزمت معاك بوعد، لو انا، فانا شايفه ان هو هيوضح لك حاجه، وفي نفس الوقت انت هتحس بالاطمئنان. بس هو من الواضح كده بيتضايق من عدم الثقه، او من غيرتك، او ممكن من الشك اتجاهه يا برج القوس. طيب برج القوس، اوه ذا لافرز، حلو جدا. برج القوس، انا الناس اللي فيه عندها بدايات مع الجوزاء، عايزه اقول لك ان العلاقه هتتطور للافضل جدا، وشايفه في عرض جاي لك من الجوزاء. لو البدايه دي جديده، ممكن يعني تقولوا لي لا احنا حاليا سنجل مفيش حد، لا شايفه في بدايه للقوس مع الجوزاء. شايفه كمان ان هيبقى فيها حنان، يعني ممكن الجوزاء هيديك حنان واهتمام، انت يعني لدرجه ان العلاقه دي ان هي هتتطور، هيبقى فيها حب، هتبقوا توأم شعله. عايزه اقول لك ان انت ممكن هتحس بخوف طول الوقت، يعني طول الوقت هتحس ان انت لا ده بيضحك عليا، لا ده هو عمل كده علشان ممكن عايز حاجه، لا ده، فهيبقى برضو في عندك شك يا برج القوس. فعايزه اقول لك ان من الواضح كده الناس اللي عندها بدايات جديده مع الجوزاء، عايزه اقول لك ان العلاقه هتتطور جدا ما بينك وما بين الجوزاء يا برج القوس. بس انت هتخاف تبين مشاعرك، او مش بالتحديد الجوزاء، يعني الناس اللي لسه اوريدي في بدايه جديده يا جماعه، انا شايفه ان انت قافل على مشاعرك، خايف، يعني بمعنى اصح انت عايز تبين ان انت متوازن، وخايف تبين مشاعرك،
او في نفس الوقت يعني ساعات بتدي اهتمام وبترجع تسحب نفسك تاني تلتزم الصمت، ساعات بتهتم وساعات بتتجاهل. فانا شايفه ان انت يعني كانك عايز تاخد خطوات وخايف يا برج القوس. برج القوس شايفه طبعا يعني العذراء، لو انت بتتعامل مع العذراء هيكون في مواجهه ما بينك وما بين العذراء، شايفه في مواجهه ما بينك وما بين العذراء. لكن في حاجه يا برج القوس، حاول تنتبه على نفسك جدا. ممكن يكون في حد، يعني ممكن صديق عمل او ممكن يكون صديق مقرب ليك، فممكن في حاجه انت شاكك فيها من ناحيه الصديق دوت، وخاصه كمان لو انت بتتعامل ممكن مع برج مائي، يعني بالتحديد ممكن عقرب او سرطان، بس بالتحديد عقرب. فلو انت بتتعامل مع الابراج دي في عمل او في بينكم شراكه، ممكن في امر كده هيوضح لك اللي هو هيخليك لا، في حاجه مش مطمناني من ناحيه الشخص ده. عايزه اقول لك كمان ان في شخص معاك في العمل ممكن يكون بيتكلم او في حاجه بيقولها اتجاهك يا برج القوس، اللي هو عايز يشوه صورتك او اللي هو عايز يعني لا ما تبقاش انت مميز. يعني ممكن شايف في ناس بتشكر فيك، او في حد مثلا بيقول لا ده القوس جدع، ده القوس بيعمل كذا، ده القوس خدوم طيب. لا، فالشخص ده مش عايز كده. فانا عايزه اقول لك ان الشخص ده بيحاول يشوه صورتك، ف خايف كمان ان انت توصل لمنصب اعلى منه. يعني انا شايفه ان هو مش عايز ان انت تبقى اعلى منه او ان انت تبقى مميز عنه. ممكن يكون ده صديق، مش شرط صديق عمل، يعني ممكن يكون فيه غيره. هو مش عايز ان انت تبقى محبوب، مش عايز ان انت يبقى ستايلك احسن منه، مش عايز ان انت يعني ان حد يمدح فيك. فانا عايزه اقول لك دوت انت هتكتشفه، او ممكن تكون انت اكتشفت ده بس شاكك لسه مش متاكد، بس في موقف هيظهر لك هيبين لك ده يا برج القوس. طيب برج القوس، ممكن البعض منكم كمان في علاقة ثلاثية. برج القوس انت ممكن يكون كمان البعض منكم في علاقة ثلاثية وانت اللي فضلت الانسحاب، او ممكن بتفكر في انسحاب من علاقة ثلاثية. انا شايفة ان انت عايز تاخد قرار معلق بطرف ثالث. يعني ممكن يكون انت في علاقة وعايز تبعد، حاسس ان الشخص ده خلاص مش هيعمل حاجة، هو طول الوقت مشغول بالطرف الثالث، او طول الوقت ممكن يكون عايز ياخد قرار او موقف ومش عارف. فانت حاسس ان انت هتفضل مربوط في الدايره او جوه دايره مش عارف تخرج منها بسبب الطرف الثالث. وفي قرار فعلا هتاخده يا برج القوس ان انت هتغادر العلاقه دي، او ممكن هتاخد قرار ان انت هتبعد عن العلاقه دي، وهتحس خلاص بقى لا انا لغايه امتى هستنى، انا تعبت من كتر المبررات والاعذار بسبب الطرف الثالث، هو مش واخد موقف. لكن انا شايفه ان انت هتتراجع عن القرار ده. في تراجع عن قرار يخص طرف ثالث يا برج القوس او علاقه ثلاثيه عامه. طيب برج القوس، بالنسبه للناس المنفصلين، التور بقى اللي طالع لي برج القوس، انا ظاهر عندي يعني البعض منكم فيه عنده ترسيم يا جماعه، بس ممكن يكون زواج تقليدي. يعني ده عامه دلوقتي ممكن يكون زواج تقليدي. ف شايفه ان البعض ممكن هيكون فيه عنده عرض زواج، بس في حاجه انا شايفه ان عرض الزواج اللي هيجي لك ده ممكن تكون يعني انت طاقة تفكيرك ناحيه شخص معين، وهيجي لك عرض من واحد تاني. بس المشكله يا برج القوس ان العرض اللي هيجي لك ده هيبقى فيه مميزات حلوه جدا. يعني انت هتقعد تقول لنفسك كده طول الوقت طب ده يعني الشخص فيه مميزات وفيه حاجات كتير، والناس كلها منبهره، والناس كلها يعني بتدعمني ان انا اوافق على الشخص دوت، وان انا بس انت حاسس ان انت طاقة تفكيرك ناحيه شخص تاني. فشايفاك هتبقى في طاقة حيره في عرض زواج هيجيلك، وهتبقى محتار هتمشي ورا عقلك ولا هتمشي ورا قلبك يا برج القوس. لكن برج القوس انا شايفه ان انت هتبقى في طاقه حيره، والاغلب منكم هيرفض العرض. الاغلب منكم هيرفض العرض يا برج القوس. برج القوس انا ظاهر لي ان في رجوع، يعني الناس المنفصلين او بالتحديد ممكن المتزوجين منفصلين، ممكن يكون في رجوع مع الحمل او الجدي، ممكن او الحوت والجوزاء. الابراج اللي في خطوات او في كلام معلق برجوع او فتح صفحه جديده تاني ما بينك وما بينهم. برج القوس امشي ورا روحانيتك قوي الفتره دي، روحانيتك عاليه جدا. بمعنى ايه؟ يعني اللي انت هتحس بيه هو الصح، اللي انت هتحس بيه هو الصح يا برج
القوس، بمعنى ان روحانيتك عاليه، ممكن تجيلك اشارات او علامه او حاجه يعني زي كده، ممكن في احلامك او ممكن في حاجه تتكرر قدامك. فانا عايزه اقول لك ان في، انتبه لاي علامه او اي اشاره تجيلك يا برج القوس، لان روحانياتك عاليه جدا الفتره ديت. وحاذر حاذر من الناس المزيفه يا برج القوس في حياتك. طيب برج القوس، نشوف طاقه الحبيب او الشريك اتجاهك. طاقه الحبيب او الشريك اتجاهك. اوه ذا صن، حلو جدا، في بدايه. ممكن يكون في فتح بلوك يا برج القوس، لو في حد عامل لك بلوك او في انتهاء لعلاقه، فانا شايفه في بدايه جديده تاني في الامر ده بالنسبه لو في بلوك، او ممكن هيبقى في اخبار مفرحه، او ممكن هيكون في تصالح ورجوع. في فعلا طالع لي ان في رجوع مع السرطان بعد انفصال. طالع لي ان في رجوع مع السرطان. لو انت الشخص ده برج السرطان، فانا عايزه اقول لك وانفصلتوا خلاص، فانا طالع لي ان الشخص ده فعلا هياخد خطوه او عايز ياخد خطوه تجاهك. وظهر معايا كمان الدلو. برج القوس، الشخص ده عايز يجي ويواجهك، وبمعنى اصح عايز انتصار. هو ممكن يكون الشخص ده ما بيعترفش باخطائه، او ممكن الشخص ده حاسس ان انت ظلمته. ممكن تقولي لا ده هو اللي ظلمني، بس انا عايزه اقولك هو شايف لا، ان انت ما تحملتش، او ان انت كنت ممكن تصبر عليه شويه، او انت بيبقى في عندك شكوك، او انت في حاجات كده انت اكتشفتها. لا هو عايز يجي يبرأ نفسه، او يجي يتكلم معاك بقوه ويقولك لا انت ما استحملتش، او انت اندفعت في قرار. يعني انا شايفه ان هو عايز يجي يلوم عليك كمان، يعني هو عايز يجي وعايز يلوم عليك كمان. طيب هل الشخص ده فيه فعلا مشاعر منه يا برج القوس اتجاهك؟ طبعا انا ظاهر معايا الحمل، وظهر معايا السرطان والدلو واسد. يعني انا شايفه ان في شخص عايز يجي بكل قوه واندفاع يبين لك ان هو ما غلطش، ان هو لا ما غلطش، انت اللي اندفعت، او انت اللي حكمت عليه غلط، او انت اللي ما استحملتش. فشايفه ان الشخص ده عايز فعلا يجي بكل قوته. ممكن يكون الشخص ده غامض، يعني ممكن يكون غامض او في اسرار في حياته، او ممكن كمان يكون الشخص ده انت اكتشفت اسرار. برج القوس، انا عايزه اقول لك على حاجه. الشخص ده في الوقت الحالي انا شايفه ان هو بيعمل استشفاء من شيء. يعني ممكن تكون انت اكتشفت ان الشخص ده بعد ما اتعلقت بيه وحبيته، او بعد مثلا ما كان في بينكم اتفاق او التزام او وعود ايا كان، اكتشفت اسرار. ممكن ان الشخص ده فيه عنده عاده سلبيه، او ممكن الشخص ده فيه عنده طرف ثالث في حاجه كده، امر خلاك رجعت لورا وبقيت تعيد حساباتك تاني. الشخص ده غامض، يعني من الواضح كده كان مبين لك حب مشاعر، او ممكن الشخص ده كمان انت كان فيه حب، او انت حسيت ان الشخص ده انت بتحبه جدا، بس في امور انت اكتشفتها بعد يعني صراع ما بينك وما بين نفسك. يعني انت هو كان غامض، يعني هو صعب ان هو كان يبين اللي جواه. لكن انا عايزه اقول لك ان الشخص ده عايز يعمل استشفاء من شيء وياخد قرار ويجي لك فعلا يا برج القوس. يعني انا ظاهر معايا جوزاء، وظاهر معايا كمان حوت. الشخص ده في عنده وضع معلق، ممكن يكون مرتبط بالاهل، بس هو هينهيه يا برج القوس. يعني ممكن يكون الشخص دوت بيسمع لاهله، او ممكن يكون الشخص دوت اهله مثلا لا ما تاخدش الكورس، او ما ترجعش للكورس، او ما تاخدش خطوه ناحيه الكورس كده. فانا شايفه ان هو في عنده وضع معلق بسبب اطراف تانية، او في ضغوط كانت عنده بسبب اطراف تانية. لكن انا عايزه اقولك ان الشخص ده فعلا هينهي الوضع ده، هينهي الوضع ده فعلا، وعايز يجي ياخد قرار اتجاهك. طيب نوايا ايه؟ هل فعلا الشخص ده صادق؟ فعلا هياخد قرار اتجاهك، هياخد خطوه يا برج القوس؟ ممكن يكون فعلا مضغوط ماديا الشخص دوت الفتره دي يا برج القوس، يعني في عنده التزامات، مضغوط ماديا، ممكن يكون في عنده دين، عايز يدافع عن نفسه. انت ظلمته في شيء، هو شايف ان انت يعني مش ظلمته، يعني اللي هو حتى لو انت اكتشفت اسرار عنه، او في امور انت اكتشفتها، هو عايز يقولك ان اللي بينا انت كان يخليك تتحمل تاني شويه وتفضل جنبي لغايه ما تخطى الضغوط دي، او ان انا ابعد عن او اطلع من الوضع المعلق دوت عندي. لكن يا برج القوس، هل الشخص ده فعلا صادق؟ طبعا يعني اصراره ان هو يرجع العلاقه تاني، وان هو يمتلكك، يعني يمتلك القوس تاني ويحتويك، طبعا الشخص ده نوايا صادقه جدا اتجاهك.
ان هو عايز يرجع تاني، يعني يحتضن القوس تاني، وان هو هيطلع من امر معلق عنده عايز يطلع منه، وبعض الضغوط علشان يجيلك بسرعة ويدافع عن نفسه بكل قوة. يعني يقولك لا انت ظلمتني، او ممكن انا قصرت معاك لكن بسبب كذا وكذا، لكن انا فعلا انا كنت صادق معاك في حبي، يعني حبي كان صادق معاك، انا ما كنتش بضحك عليك. طيب برج القوس بالنسبة للناس اللي يعني انا شايفة كمان في ناس تنو اوف كب، الشخص ده عايز زواج، عايز استقرار، بس ممكن يكون في فرق في السن ما بينك وما بينه يا برج القوس. يعني ايه؟ الناس اللي عندها بداية جديدة وفي فرق في السن ما بينك وما بين الشخص ده، يعني انت اكبر منه او هو اكبر، يعني في فرق في السن، شايفة في بداية جديدة هتتحول لترسيم فيها زواج واستقرار. ممكن يكون الشخص ده فعلا فور اوف وونز، الشخص ده عايز ترسيم معاك يا برج القوس، عايز فرحة واحتفال فعلا. ممكن يكون في فرق في السن او في فرق في المستوى الاجتماعي، بس غالبا هيكون في فرق في السن، يعني ممكن انت اكبر منه او هو اكبر منك، بس يعني ممكن كمان يكون الشخص ده منفصل طالع من تجربة قاسية. الناس اللي في بداية جديدة، تمام، شايفة بداية جديدة، ممكن يكون في فرق في السن ما بينك وما بينه، لكن انا عايزه اقول لك ان البدايه الجديده دي اوريدي الشخص ده عايز فعلا استقرار وترسيم، هو عايز يعيش الاجواء الرومانسيه معاك، عايز يعيش الاعتدال والتوازن والحب والمشاعر معاك يا برج القوس. خاصه كمان لو بتتعامل مع القوس زيك، اوكي، بس انت ليه في طاقه حيره؟ يعني هو شايف ان انت محتار. يعني الشخص ده يعني ممكن هيقدم لك عرض ترسيم، بس انت يعني هو شايف ان انت محتار او لسه ما خدتش قرار، او خايف ان انت تبقى لسه ما قررتش، لان انا شايفه ان انت يعني تطول عليه في الرد، او ان انت لسه لغايه دلوقتي ممكن تكون ما اظهرتش حبك او مشاعرك ليه، لان انا شايفه ان الشخص ده حاسس ان انت لسه محتار، لسه ما اديتلوش اجابه مقنعه، او لسه ما بينتش حاجه، وممكن كمان هيقدم لك العرض ده وهيحس ان انت لسه محتار او لسه اوريدي مش قادر تاخد القرار. برج القوس ممكن كمان يعني انا ظاهر معايا شخص كمان متعدد العلاقات. مم. لو انت كمان بتتعامل مع العذراء طيب ممكن يكون عذراء او ثور. طيب بدأ معايا بأبراج ترابية. ممكن يكون التو اوف كاب طبعا، يعني انت في حب، في علاقة فيها تماسك وترابط ما بينك وما بين شخص، بس انت حاسس ان الشخص ده متعدد العلاقات. فعايزة اقول لك ان الشخص ده هيقع في امر، عارف يعني اللي هو هيخليه يتوب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو فعلا بتتعامل مع شخص متعدد العلاقات، يعني ممكن يكون ثور او عذراء، اوكي، طبعا مش شرط الابراج. تو اوف كاب طبعا في حب ومشاعر من الشخص دوت، وفي خلاص اتفاق والتزام وعلاقه، انت حاسس ان الشخص ده فعلا عمره ما هيبعد عنك، وبتكتشف ساعات ان هو ليه علاقات عن طريق السوشيال ميديا، او ممكن علاقات في العمل عنده، فالامر ده بيتعبك او بيضايقك نفسيا ان هو في علاقات كتير حواليه. عايزه اقول لك او محبوب بمعنى اصح، ممكن كمان يكون الشخص ده بيشتغل في مجال فيه علاقات كتير. عايزه اقول لك ان هو هيقع في امر مع علاقه او حد هيخليه، عارف يعني خلاص هيتحط في امر او في وضع فيه مشكله، هيخليه حذر من التعامل او التفتح او الحريه الزايده او العلاقات. لكن طبعا في حب من الشخص دوت، حتى لو في علاقات، فانا شايفه ان هو هيبين لك ان دي علاقات سطحيه، او بمعنى اصح لا، يعني انت اللي هو متمسك بيك، وهو ممكن يكون شغله بيفرض عليه كده، او المجتمع اللي هو فيه بيفرض عليه ان هو يبقى فيه عنده علاقات، واوريدي ده عادي جدا، اوكي. ففي امر هيخليه فعلا يحاذر بعد كده من اي علاقات جديده او تدخل في اي علاقات. برج القوس، طيب نشوف طاقتك كده مع كل برج، وبعد كده ناخد بقى رساله من العقل الباطن. طاقة برج القوس مع الحمل. برج القوس مع الحمل. القوس مع الحمل، ممكن يكون في وضع القوس مع الحمل انت مش عارف تطلع منه،
او حاسس ان انت متكتف، حاسس ان انت تعبان. الايت اوف سورد طبعا حاسس ان انت تعبان متكتف في العلاقه دي، او ممكن في وضع هيحسسك ان انت متكتف في العلاقه دي مش عارف تطلع منها. يعني شايفه في حاجه تعباك، او ممكن في امر هيخليك ان انت تضغط، يعني في امر هيوضح لك، او ممكن انت العلاقه دي حاسس ان انت تعبان فيها، او مش عارف ان الشخص ده ياخد قرار، فانت محطوط في وضع مش عارف تبعد ولا تفضل مكمل في العلاقه دي. فممكن يكون انت مقيد مع الحمل، او مش عارف توصل لامر او حل معين. طيب الثور، شايفه ان الثور بيحاول يسيطر على مشاعره اتجاهك يا برج القوس، بس في طاقه تفكير وفي مشاعر منه، بس هو بيحاول يبين لك ان هو لا، هو شخص مسؤول مهتم بشغله بدراسته بمسؤولياته بعمله بمادياته، فهو عايز يبين لك التجاهل يعني شويه. طيب ايه الجوزاء؟ من الواضح كده ان ممكن في امر هيوضح لك، هتحس ان الجوزاء بيحب الماديات اكتر، او ممكن الجوزاء يعني بيفضل الماديات اكتر. وفي نفس الوقت برضو ممكن الجوزاء هيبقى في حاجه في السر ما بينك وما بينه، او ممكن هيتكلم معاك في موضوع وهيحسسك ان خلاص الموضوع ده خليه سر ما بيني وما بينك، او ممكن هيطلب منك طلب ان العلاقه دي تبقى في السر ما بينك وما بينه. طيب ايه السرطان؟ شايفه ان السرطان متعلق فيك جدا يا برج القوس. الاسد في طاقه حيره. شايفه ان الاسد في طاقه حيره تجاهك، وكانه عايز ياخد او يوصل لحل معين، وفي نفس الوقت برضو ممكن يكون تعبان عايز يعمل استشفاء من حاجه، او عايز يعالج نفسه من شيء. طيب ايه العذراء؟ شايفه في قرار سريع من العذراء اتجاهك يا برج القوس، ممكن يكون مواجهه. الميزان، شايفه في اخبار مفرحه ما بينك وما بين الميزان. العقرب، ممكن هتحس ان العقرب بيتعامل بانانيه شويه يا برج القوس، يعني ممكن هتحس ان العقرب مسيطر قوي، وفي نفس الوقت ممكن يكون بيحب يتصرف لنفسه اكتر، او بيتعامل بانانيه في العلاقه. القوس، مع القوس من الواضح كده ان في عند ما بين القوس والقوس، في عند. شايفه كمان ان في طرف فيكم عايز يبقى هو الاقوى، وعايز يبين ان هو الجذاب اكتر، ان هو الاجمل، ان هو الاحسن، ان هو الاقوى، ان هو المسيطر. شايفه ان ما بين القوس والقوس في عند. برج الجدي في خطوه ممكن يكون فيها دفاع عن النفس من الجدي اتجاهك. يعني ايه؟ يعني في امر هيثبته لك الجدي، وهتعرف ان هو اللي صح. يعني ممكن لو في انفصال ما بينك وما بين الجدي، الجدي هيعرفك ان هو انفصل عنك بسبب ممكن حاجة تانية خالص خارجة عن ارادته، او ممكن لو انت في علاقة مع الجدي، فانا شايفة ان هو هيوضح لك امر ليه علاقة باعداء. يعني ممكن هيقولك الناس دي كانت عايزة تفرق ما بيننا نبعد عنهم، او ال الظروف دي. فانا شايفة ممكن اهل، يعني ممكن هيوضح لك كمان امور عن اهل عندك او اهل عنده. فانا شايفه يبقى فيه مصارحه ما بينك وما بين الجدي، وهيوضح لك امور، وهتلاقي فعلا او هتتاكد ان كلامه صح. طيب الدلو، في طاقه مراقبه من الدلو اتجاهك يا برج القوس. الحوت، طالع لي ان الحوت عايز بدايه جديده، او عايز حب ومشاعر منك، وممكن في مشاعر وحب او اعتراف من الحوت هيجي لك يا برج القوس. طيب برج القوس، ناخد رساله ليك، رسالة لبرج القوس للأسبوع الرابع من شهر أكتوبر. برج القوس، يا سيدي يا سيدي، لسه بقولك يعني في طاقتك ان انت مفتقد المشاعر، تحس يعني عايز تحس باجواء رومانسيه، ان في حد مهتم بيك، في حد بيحبك. عايز اقولك يا برج القوس، الكارت بيقولك الحب، من الامن ان تشعر بروعه الحب، تخلص من الخوف، الشكوك اللي انا زي ما شفتها في طاقتك بالظبط يا برج القوس، ان انت عندك شك من الشخص ده ان هو ممكن يسيبك، ان هو ليه علاقات، ان هو طول الوقت انت في عندك شك بكده. لكن الرساله سبحان الله جايه لك في وقتها، بتقول لك تخلص من الخوف اللي جواك وعيش الحب، عيش الحب يا برج القوس. وفي نفس الوقت بتقول لك واخبر ذلك الشخص المميز بما تشعر به. يعني لو انت في مشاعر واعجاب منك للشخص ده، بلغه، قول له. لو انت حتى لو ده شريك معاك بتحاول تخفي مشاعرك، لا، الرسالة بتقولك لا، بين مشاعرك للطرف الآخر، بلغه بده، بلغه بكل حاجة انت بتشعر بيها. اسمح لحقيقة الحب أن تقود قلبك وروحك، خلي الحب يسيطر على قلبك شوية يا برج القوس. طبعا انت خايف، يعني شايفة في خوف، في عندك شكوك طول الوقت. طيب برج القوس، ناخد رسالة. طيب اوكي،
رسالة من العقل الباطن للشريك او الحبيب، عايز يقول لك ايه؟ رسالة من العقل الباطن، هو عايز يقولك انني استيقظ على هذا الاتصال الروحي. زي ما قلت لك في طاقه تخاطر ما بينك وما بين حد. الشخص ده بيقلق من نومه وبيكتشف ان هو كان بيحلم بيك، يعني ممكن انت بتجيله في الاحلام، في احلام بتبقى مشتركه ما بينك وما بينه. هو عايز يقولك انا بستيقظ من احلامي او بستيقظ على هذا الاتصال الروحي، ان في اتصال روحي ما بينك وما بينه. عايز يقولك كمان كل شيء بدأ يصير ليه معنى، اشعر بالارتياح وايضا بالاثاره لما سوف ياتي. هو حاسس ان اللي جاي افضل واجمل، وحاسس فيه راحة نفسية. وممكن يكون دي رسالة الشخص الجديد ان هو مرتاح لك فعلا يا برج القوس. طيب برج القوس، الاوركل هتقول لك ايه؟ الاوركل رومانس. برج القوس، الاوركل بتقول لك حاول ان انت تظهر مشاعرك وتوضح انت عايز ايه من الحبيب. وضح او قرر اللي انت عايزه بوضوح علشان يجيلك اللي انت بتدور عليه. في نفس الوقت اطلب الدعم من الاخرين وفرحة وزواج يا برج القوس. في عندك زواج وفي عندك فرحة ان شاء الله. والاوركل كمان بتقولك ان حياتك العاطفية غالبا انت يعني بتحس ان الدين، يعني العاطفة عندك بتتأثر بالدين. يعني ممكن أحيانا في حاجة أنت أو موقف أو خطوة بتراجع نفسك لا من ناحية الدين، يعني كل حاجة ممكن أنت بتبص لها من منطلق الدين. طيب نصيحة الملائكة ليك، برضو اطلب المساعدة من الآخرين. من الواضح كده ان انت بتعتمد على نفسك اعتماد كلي يا برج القوس. الملائكة بتقولك اطلب المساعدة من الآخرين. برج القوس، الملائكة بتقولك وفرة، في عندك وفرة وفي عندك ان شاء الله وفرة، او ممكن يكون في عندك ماديات الفترة القادمة افضل من الفترة اللي فاتت. برج القوس، الملائكة كمان بتقولك في عندك ان شاء الله تحقيق هدف بعد عام من الآن. يعني عام من الآن في عندك تحقيق هدف يا برج القوس. طيب برج القوس، نشوف آخر رسالة ليك معانا. طيب قبل آخر رسالة برضو لسه هنشوف هو بيشوفك ازاي. برج القوس، الرسالة اللي طالعه لك بتقولك رحلة أو سفر بعيد مستنياك. زي ما قلت لك في عندك خطوات فيها تيسير ليها علاقة بسفر يا برج القوس، وفي عندك سفر أو رحلة في انتظارك، ممكن تكون خارج البلد اللي انت فيها. طيب برج القوس، يا ترى الشخص ده بيشوفك ازاي؟ او ممكن ايه الميزة او جدير بالثقة؟ هو شايف ان انت جدير بالثقة، او ممكن يكون بيثق فيك جدا، وشايف كمان حر ان انت يعني ممكن تكون حر. مفيش حد بيعرف ان هو يديك قرارات، او يعني ممكن تكون بتاخد، وصبور كمان، وصبور وفي عندك قوة تحمل وصبر. برج القوس، دي كانت قراءتك للأسبوع الرابع من شهر أكتوبر. بشكركم جدا واتمنى لك السعادة طبعا والتوفيق يا رب من كل قلبي. برج القوس، ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس في القناة. بشكركم جدا واتمنى لك التوفيق والسعادة من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.